الخلطة دي تنفع للرجالة وللستات كمان، يعني مش ماسك يخص البنات بس. هي خلطة جميلة قوي ب3 مكونات موجودين عندك في البيت. بجد من احلى ومن اجمل الخلطات اللي انا عملتها. هي سهلة جدا وبسيطة، بس النتيجة بتاعتها جبارة وممتازة كمان. يلا بينا نخش على الوصفة كده ونعملها بسرعة، وإن شاء الله هتبقى النتيجة هتبهركم وهتعجبكم جدا. أول حاجة هنجيب عندنا علبة نظيفة طبعا موجودة عندك. أنا العلبة دي كانت علبة فازلين. نضفتها كده وخليتها زي الفل، نشفتها وقلت أما أعمل فيها الوصفة دي، لأني هتقعد يعني فترة معايا. وخلي بالكم الوصفة دي هتقعد معاكي فترة، يعني مش بتبوظ ولا اي حاجة. حطيت هنا اول مكون عندي هو نص معلقة من الملح. الملح الناعم يا بنات، اللي احنا طبعا بنستخدمه في الاكل عندنا في البيت. وطبعا المكون ده موجود في كل بيت، يعني ما تقوليليش بقى مش موجود ولا حاجة. تاني مكون موجود عندنا وهو القرنفل. ده قرنفل يا بنات، وطبعا انا طحنته كده في الكبة. تمام. ده نص معلقة برضو من القرنفل المطحون. تمام. انا اخدت منه نص معلقة، يعني نص معلقة من القرنفل ونص معلقة من الملح الناعم. واخر مكون موجود عندي هو المعجون السنان. هحط كده كمية مناسبة. انا طبعا فضيت كل الانبوبة بتاعتي وهخلطهم كويس. الخلطة دي يا بنات بقى بتنفع في ايه؟ بتنفع هتزيل الجير الموجود على السنان. طبعا اغلبية الناس كلها بيبقى في طبقة جير كده موجودة على السنان، دي بتشيلها خالص. وكمان بتشيل طبقة الاصفرار اللي بتبقى موجودة طبعا على السنان. ده يعني خلطة رهيبة جبارة بصراحة. لما عملتها جابت معايا نتيجة من اول مرة. الناس بقى اللي هي بتشرب بقى شاي كتير، قهوة كتير، بتبقى درجة السنان بتاعتها مصفرة شوية، بتبقى عليها طبقة جير. دي بتشيل كل حاجة، بتخلي سنانك زي الفل بصراحة، بتخليها زي اللؤلؤ كده. بتخليها كمان تفتحي درجة. استخدميه. القرنفل كمان بيعمل ريحة حلوة جدا. لو انت عندك بتبقى فيه روايح في البق او حاجة، للناس اللي بتشرب سجاير برضو هتبقى حلوة جدا، وهتعمل ريحة حلوة قوي للبق. وكمان هتشيل الجير، هتشيل اي اصفرار موجود على الاسنان. هتخلي السنان زي الفل، وهتحسي بالنتيجة بتاعتك من اول مرة. اعملي الخلطة دي وخليها عندك واستخدميها. يعني ممكن نقول مرة كل يومين، حلوة قوي وزي الفل. وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا، طبعا ما تنسيش لايك القمر بتاعك، وتشيري الفيديو لكل صحابك واخواتك. وطبعا تشتركي لو الفيديو ده جه قدامك كده، وتشوفي فيديوهات كتيرة عندي على القناة. واخيرا هقولك الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد قريب مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.